ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده على فيلم ذا بي كيبر. الفيلم بطولة جيسون ستيثم ومن تأليف كيرت ويمر اللي عمل اكسبندبلز 4 ومن اخراج ديفيد اير اللي عمل فيوري وسوسايد سكواد. مش ذا سوسايد سكواد. الفيلم نزل في 2016 مش الفيلم ده بتاع جيمس جان. وفي الفيلم ده ادم كلي اللي بيقوم بدور جيسون ستيثم عايش حياه سلميه صاحب المكان اللي هو عايش فيه وفي نفس الوقت اقرب شخص ليه بيتصل عليه وبيتسرق كل الفلوس اللي في حساب البنك عن طريق ناس بيعرفوا يعملوا هاك للحساب البنكي بتاعها فبتنتحر. وطبعا زي نوعيه من الافلام هيقرر ينتقم لها ويقتل كل الناس اللي عملوا فيها كده. حاجه واحده كنت ملاحظها قوي وانا بتفرج على الفيلم ده انه قلت اخيرا يا ريفيو سهل. ريفيو مش هقعد ارغي في كتير. ريفيو مش هقعد اقول الفيلم ده مش عارف كان فيه ايه، القصه مش عارف عيوبها ايه، مميزاتها ايه، طب لو عملوا دي بدل دي والكلام ده. لان انا بالظبط داخل فيلم جيسون ستيثم انا عارف متوقع ايه بالظبط. فيلم القصه فيه موجود عشان تمشي الاحداث. فيلم اكشن على ستايل افلام الاكشن القديمه بتاعت الثمانينات او التسعينات. واحد محترف بينتقم لحد قريب منه وطبعا لازم الشخص ده او البطل ده يبقى قاتل محترف عشان الفايتس في الاخر تطلع شكلها شيك او تطلع على كول حاجه باداس حاجه جامده يعني. وطبعا برده لازم يبقى ممثل موهوب في الاكشن وفي نفس الوقت عنده الكاريزما بتاعت افلام الاكشن عشان خاطر لما يجي يقول جمل معينه برده تبقى جمل تطلع جمل شيك او جمل كول تليق ان الشخص ده اللي يقولها. وفعلا هي دي الحته بتاعت جيسون ستيثم يعني هي دي الحته اللي هو متخصص فيها اصلا. عشان كده انا كنت طالع من الفيلم ده مش مبسوط اللي هو شفت حاجه ما كنتش متوقعه والكلام ده، بس انا عارف انا هشوف ايه بالظبط. اللي كنت هشوفه او اللي كنت متوقع ان اشوفه بالظبط اللي لقيته. وهي فعلا يعني فكره انت تستمتع بالفيلم ده او لا متعلقه بهل انت متوقع ايه من الفيلم. يعني هو مش فيلم اكشن جامد ولا اي حاجه جديده او حاجه جامده والكلام ده خالص. يعني هو من نفس نوعيه افلام جيسون ستيثم بالظبط. وكمان برده يعني مش هقول لك ان هو من الافلام الاحسن الافلام جامده وليه، بس برده من الافلام اللي جودتها فيه كويسه مش افلام وحشه. يعني مثلا السنه اللي فاتت هو كان عامل فيلمين من البطوله الخاصه بتاعته بطوله مطلقه اللي هو يعني غير الافلام اللي في السلاسل. كان اوبريشن فريكشن وميج 2. بالنسبه لي انا الفيلم ده احسن من الفيلمين دول بكتير بالذات ميج 2. وكان برضه يعتبر الفيلم ده نوعا ما عوده للستايل الرئيسي بتاع ان هو بقاله فتره كان مشغول بيطلع في افلام فاست اند فيوريوس او في افلام ميج. فبقى يعني عدت مده على ما شفت فيلم بطوله مطلقه ليه بالستايل هو الافلام الاكشن الجاده بيقعد افلام معتمده على الفايتس والكلام ده كله. الفايت طبعا في الفيلم ده كانت حلوه جدا، كانت متصوره حلو جدا وده العادي برضه يعني دي مش مفاجاه. هو المفروض الافلام دي اصلا فكرتها في الفايتس فهي فايتس كانت متصوره حلو. بس فعلا بقى في شويه حاجات مش هقول لك فاجئتني بس حاجات يعني ما كانتش محتاجه انها تبقى كويسه كده. يعني مثلا التلت الاول او اول ربع ساعه مثلا او كده يعني كانوا حلوين. مش حلوين بالنسبه للفيلم اكشن، كانوا حلوين كويسين عموما يعني مش عايز اقول لك ان هو كان بيلد اب قوي عشان تشوف اللي هيحصل بعد كده والكلام ده برده يعني مش عايز اكبر الموضوع قوي كده. بس يعني كانوا متنفذين حلو. الست اللي ماتت دي كنا يعني شفناها كده بالتفصيل الموضوع نفسه اللي حصل، القصه نفسها الفلوس ازاي اتسرقت وكده يعني كانت حاجه معموله بشكل حلو نوعا ما. النص الاول عموما كان شغال كويس برده مش شغال هو يعني مش حاجه قويه مش قصه عميقه والكلام ده لا خالص. يعني هي قصه صراع بين القانون والعداله. الناس ما ينفعش القانون يتهمهم فيجي هنا دور البطل بتاعنا حاجه اتشافت كتير يعني ما فيهاش اي حاجه جديده ولا والفيلم ده مش بيقدم اي جديد فيها. بالعكس هو كانوا بيوفروا الحوار والرغي كتير في الموضوع ده عشان هم عارفين الموضوع تقليدي او يعني موضوع اتعمل كتير منه قبل كده. بس الاستراكشر نفسه بتاع النص الاول كان كويس. عارف اللي هو اتحمست نوعا ما تحس ان هو مش هقول لك برده بيلد اب وكده بس اللي هو ماشي واخد وقته عشان ما حسيتش ان كان في كروته نوعا ما. يعني كنت حاسس الموضوع ماشي بسرعه مناسبه وده كان محمسني اكتر النص الثاني. وهنا بقى يعني ايه تيجي النص الثاني كان ماشي حلو لحد نقطه معينه كان يعني وصل لسيكونس حلو قوي. بعد كده جيت بقى في الاخر هنا بقى كان عندي فعلا فيها مشكله شويه. الفاينل اكت يعني ما عجبنيش او مش عايز اقول برده ما عجبنيش. حسيت ان هو بدا تظهر سنه كروته او مش سنه كروته اللي هو عارف خلاص بقى احنا بدانا كتير فلا بقى عشان ايه نخلص. ويعني السيكونس بقى في الاخر يعني المشهد الاكشن اللي في الاخر خلاص هو بتاع الفاينل اكت ده يعني انت بتشوف الفيلم وتحس الموضوع بيهدن واحده واحده سن نوعا ما زي ما قلت يعني شيء بيحمسك نوعا ما. وفي النص الثاني بيجي مشهد لذيذ برده مشهد اكشن حلو فيه شغل كويس يعني كفايتس برده وكده. تحس فجاه ان هو خلاص انت داخل بقى على الاخر فالمفروض الموضوع يبقى اقوى من كده. فانت تيجي تبص خلاص كده ده اللي انت فكرت فيه يعني ده اقصى حاجه انتوا عرفتوا توصلوا لها بعد كل ده. عارف لما تيجي تتفرج كده على فيلم اكشن ويحصل يعني يبقى ماشي حلو ويجي في نقطه معينه تحس ان هو عالي قوي بالنسبه للاكشن يعني مش جوده ولا حاجه او يعني كان سيكونس كويس فيه شغل نوعا ما وتيجي في الاخر ينزل كده اللي هو تحس خلاص يعني اللي هو تحس وصل للنقطه العاليه فيه في النص او قبل الثلث الاخير بحاجه بسيطه. هو ما كانش سيء برده في الاخر يعني المشهد اللي هو الاخير ده ما كانش سيء ولا حاجه بس يعني وانت بتتفرج تحس انه لا كان ممكن يبقى اعلى من كده. كان المفروض يبقى اعلى من كده. التمثيل كان كويس. جيسون ستيثم في الفيلم هو زي ما هو بالظبط يعني انت بتحبه في العادي خلاص هو زي ما هو بالظبط في الفيلم ده نفس الاداء بالظبط. جيرمي ايرونز ده برده يعني ممثل يعتبر ممثل كبير نوعا ما. هو طالع في الفيلم عشان اكسبوزيشن بس ما فيش حاجه ثانيه. هو طالع عشان يعرفك ايه هو البي كيبرز دول مين هم البي كيبرز دول بيعملوا ايه طب هم شغالين ازاي كده. بس هو طالع عشان كده ايه لو ايش على الحاجات
الحاجات اللي مش مكسلين هم يكتبوها في الفيلم يوروها لنا يعني. جوش هاتشرسون بدور الفيلن كان كويس جدا. يمكن دي برضو تكون الحاجه اللي فاجئتني شويه في الفيلم ده، يعني ان هو كان عامل دور حلو. طبيعي في نوعيه من الافلام اصلا انت ما بتهتمش بالفيلنز نهائي ولا بيفرقوا معاك، وعارف يعني هو حتى بيجيبوا ممثلين اداء ما يكلمونه وفي الاخر انت عارف هو هيحصل فيه ايه بس انت جاي هو كده جاي عشان تكرهه، وانت برضه تكرهه في الفيلم ده مفيش اي حاجه. بس انا اقصد الاداء نفسه كان حلو، الاداء كان ملفت يعني نوعا ما بالنسبه برضه للليفل ده في الفيلم. اخر حاجه بقى ما عجبتنيش يعني استفزتني برضه شويه، تمثيل الست دي. انا نسيت اسمها في الفيلم وكسلت بصراحه اقرا اسمها عشان اقوله في اللي هو اسمها الحقيقي يعني. دي كانت واحده من ضباط الاف بي اي اللي طالعين في الفيلم، وانت طبعا اكيد فهمت ضباط الاف بي اي طالعين دول بيقعدوا يقولوا ايه يعني. هو طالعين بيزك ما لهمش اي لازمه كلهم، وهي برضه نفس الكلام. وطبعا اكيد توقعت الحرب بينهم. هي كانت طالعه مع واحد تاني وكان هم دول يعتبروا اللي ماسكين الشاشه من ناحيه ضباط الاف بي اي. طبعا انت اكيد توقعت الحوار خلاص اللي هو احنا لازم نوقف الشخص ده. طب بس ايه لو اللي بيعمله هو الصح اللي لازم يتعمل؟ هو الحوار فكره بتبقى بنفس النص اللي انا قلته ده. هو الحوار كان مسخره في الفيلم ده، موضوع تاني اصلا. الحوار اساسا يعني الحوار لوحده كوميدي. هو الفيلم مش كوميدي، الفيلم جد جدا، بس هو الحوار يضحك. عارف الحوار اللي هو انت بتشوف حاجه وحشه وبتضحك على وحشتها يعني. هو ده بالظبط كان حوار في الفيلم ده. طبعا ده غير الالاشات بتاعت البيز عشان يعني الفيلم اسمه بي كيبر، فطبعا في الاشات بالهبل على النحل. كلمه بي كيبر اتقالت في الفيلم ده يا كتير جدا جدا. فهو الحوار اصلا كان الحوار ضحكني يعني. انا الفيلم ده مش كوميدي، انا ضحكت نوعا ما بسبب الحوار. مش ودي حاجه عجبتني او ما عجبتنيش يعني، دي حاجه بس حبيت اذكرها لما اتكلمنا على الحوار. ونرجع ليهم بقى هم يعني الست دي بالتحديد. انا في العادي ما بيفرقش معايا ضباط الاف بي اي في الافلام ده يعني زي ما قلت لك هو موضوع نمطي جدا انت عارف اللي هيحصل فيه. بس دي بنت ست اللي اتاذت في الفيلم بس، وهي مالهاش اي لازمه، لا تمثيل ولا اي حاجه يعني. هي لو كانتش ليها صله بالموضوع كانت تبقى احسن. بس يعني دي الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها. طبعا كل ده في الاخر يعني ما خلانيش اللي هو اقفل من الفيلم. انا عارف ان انا راح اتفرج على ايه بالظبط. هو فيلم جيسون ستيثم بالظبط بكل بالكويس والوحش فيه. في بعض الحاجات احسن سنه بس في الاخر يعني انت عارف تروح تتفرج عليه. هو ده بالظبط مواصفات الفيلم. لو انت متخيل حاجه جامده او كده لا ما لاش يعني. هو فيلم عالي جدا، وخصوصا برضه فيلم نازل في يناير. معروف افلام يناير بالذات في السينما الامريكيه دايما الافلام اللي بتبقى اي كلام عندهم بتنزل في يناير. فبالنسبه لاصدارات افلام يناير ده فيلم كويس. وزي ما قلت برضه بالنسبه لافلام جيسون ستيثم نفسها ده برضه كان فيلم كويس. وهو في الاخر هو يعتبر النسخه بتاع جون ويك او جون ويك على قد حاله. ليه بقى بقول ان هو جون ويك على قد حاله؟ لان هو يعني الفيلم ده فيه العناصر بتاع جون ويك، بعيدا بقى ان هو قصه انتقام زي جون ويك، وان جون ويك هو الستاندرد بتاع افلام الانتقام دلوقتي دي حاجه ثانيه اصلا. بس الفيلم ده فيه تفاصيل يعني، فيه عالم شبه كده عالم جون ويك نوعا ما يعني. هو جون ويك عالم بس بدل ما هو عالم مع ناس الاساسنز وناس قتالين وكده، لا ده يعني ميال اكتر لظباط عمليات خاصه عمليات سريه حاجات من النوع دي يعني. في مشهد اصلا في الفيلم ده كان يعني بيأجروا ناس عشان يقتلوا الكاركتر اللي هو بتاع جيسون ستيثم. المشهد ده متاخد كوبي من فيلم جون ويك، من افلام جون ويك كوبي يعني. هو نفس الفكره بالظبط طبعا مع الفرق يعني جون ويك ده حاجه ثانيه خالص. بس يعني هو يعني في برضه نفس فكره العالم ده، وبرضه تحس نوعا ما يعني هو على حسب نجاح الفيلم ده يعني. الفيلم ده نجح بس تحس ان هم بيبنوا السلسله نوعا ما. ان برضه نفس برضه فكره جون ويك ان هم في اول فيلم خالص جو بعض التفاصيل بسيطه للعالم ده بس حاجات تروح يعني تظهر وتختفي، اللي هو تحسهم بيشوقوك نوعا ما عشان لو الموضوع نجح وكده يقوم يعملوا سلسله ثانيه. طبعا برضه مع الفارق تماما بالنسبه لجون ويك يعني. طبعا احنا ممكن نتكلم على القصه كتير ونقول القصه مش حلوه والقصه مش عارف عامله ايه وكذا وناقصها كذا وكذا، بس يعني نفس الفكره انت رايح تتوقع يعني. ده الفيلم المؤلف بتاعه اللي عامل اكسبندبلز 4 وغير بقى كده يعني. هم حتى يعني هم عارفين هم عايزين يعملوا ايه، هم عارفين التارجت بتاعهم ايه وعاملينه كويس يعني. هم حتى كانوش بيحاولوا اصلا هم يعملوا حاجه زياده عن اللي هم عملوه في الفيلم ده. الخلاصه هو فيلم اكشن شغال ما فيهوش جديد يعني. لو بتحب افلام جيسون ستيثم او النوعيه دي من الافلام عموما اتفرج عليه، غير كده لا مش لازم تشوفه عادي يعني. 1.6 وبس كده. ده كلهم على فيلم ذا بي كيبر. انتوا شفتوا الفيلم ولا لسه؟ ما شفتوه اكتبوا لكم في الكومنتات، لو ما شفتوش روحوا شوفوه او استنوا ما ينزل على النت. وبرده تعالوا اكتبوا لكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك وسبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.